واخيرا غادي نشارك معكم الوصفه ديال الكعك. صراحه وصفه بسيطه ولكن نتيجه جد رائعه. كتحصلوا على الكعك يعني مقرمش وبنين وعامر بالزرارع، ماشي غير العجين. المهم بقاو معايا غادي تعرفوا على المكونات ديال هاد الوصفه ديال الكعك. غادي نحتاجو فيها 4 ديال الحبات ديال البيض، كما كتشوفوا معايا يكون الحجم ديالهم كبير، وبطبيعه الحال يكونوا بدرجه حراره الغرفه. غادي نضيف شويه ديال الملح باش نعدلو الذوق اولا باش نصحو الذوق. وغادي نحتاجو 3 ديال الكيسان معمرين مزيان من السكر سنيده اولا السكر حبيبات. ومن بعد غادي تجي المرحله ديال الزيت. من بعد ما خلطت المكونات مزيان كما شفتوا معايا، غادي نضيف 4 ديال الكيسان ديال الزيت. الكيسان يكونوا معمرين مزيان. وبالنسبه لهاد المكونات كيخرجوا لينا كميه كثيره تبارك الله، تقريبا اكثر من 5 كيلو من الكعك. وهنا غادي نحتاجو الكاس وربع ديال ما زهر. كاس وربع يكونوا وافيين. وغادي نضيف تقريبا كاس معمر مزيان من الماء. وعندنا هنايا غرفيه ديال الجنجلان غير محمر، وغرفيه ديال الجنجلان يعني محمر ومطحون. وعندنا 6 ديال المعالق كبار معمرين مزيان من الزرارع، يعني الزرارع الخاصين بالكعك. بالنسبة للكمية ديال الدقيق تقريبا زوج كيلو.
ولكن كتبقى الكمية دائما على حساب نوعية الدقيق، واش كيتشرب بزاف ديال السوائل او لا كيتشرب غير شوية، وبطبيعة الحال على حساب الحجم ديال البيض. هاد الآلة ضرورية بالنسبة لهاد النوعية ديال الكعك. كتخرج الكعك مخدوم مزيان وصافي. من بعد ما غادي نشكلوه بالطريقة المعتادة، وغادي نشرطوه كما اولا نفلحوه بالموس كما كتشوفوا معايا، غير من واحد الجانب صافي. ومن بعد كنبداو كنلويو كنلصقو بهذا الشكل هذا، ومن بعد كنحطوه في الصينيه او الصيني اللي غادي يدخل للفران. بالنسبه للكعك نطيبوه على 180 حتى ل 190 درجه. الفران يكون سخون من قبل، غير يطيب من التحت كنطلعوه باش يتحمر من الفوق. من بعد ما نكونوا دهناه بالبيض ودرنا له جنجلان كما كتشوفوا معايا.